بسم الله بديت الكلام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي العدنان عليه أزكى الصلاة والسلام. الفم المسدود ما يدخلو دبان. ويا سيادي، هذا واحد الساقي سميتو السلمعطي، كيبيع الماء للناس في السوق، ويضل هاز القلة ويدور بيها من مكان لمكان. كانوا الناس قاع يعرفوه وسمعته سابقه. كان المعطي مبشور وديما ضاحك، واللي في قلبه على لسانه. داكشي علاش كلشي كيحتارمو، الصغير قبل الكبير. شاعت خبار الساقي مول الضحكة حتى وصلات لعند السلطان، اللي امر وزيرو باش يحضروا ليه في الحال. الوزير نفذ الكلام ومشى يقلب على المعطي، ما خلى سواق ولا دروبه حتى لقاه وعند السلطان داه. قال ليه السلطان: سمعت عليك كلام كيف فرح السلمعطي. جاوبوا المعطي: الله يبارك فيك سيدي، ما انا غير ساقي جوال، شفته جايب الناس وشعر راسي منها شاب. قال ليه السلطان: من اليوم غادي تخدم في القصر، تسقي ضيوفي وتجلس بجنبي، تحكي لي طرايف الناس وقصصهم اللي شيبوا الكراس. جاوبوا المعطي: ايه نعم سيدي، هذاك هو النهار الكبير. رجع المعطي عند مرته يبشرها بالخير، قال لها: انا لمة الولاد، جانا سعدنا حتى الباب، من علينا مولانا ومن الفقر غادي نتهناو. عاود لها ما حكى هو والسلطان. في اليوم التالي لباس المعطي احسن ما عنده، وغسل القله مزيان وقصد قصر السلطان. دخل الديوان اللي كان عامر بالضيوف، وبدا يفرق عليهم الماء. ملي سالا جلس حدا السلطان وبدا يحكي ليه حكايات وطرائف. كان السلطان كيضحك والضيوف كلهم ناشطين، ومحبته دخلات القلوب. في اخر النهار كياخد الاجره ديالو ويمشي فرحان لدارو. بقى المعطي على هاد الحال مده وزمان، حتى اليوم اللي حس فيه الوزير بالغيره، بقى يفكر ويخطط باش يتهنى من مول القله. في يوم من الايام كمل الساقي خدمته، وهو راجع كما العاده تبعو الوزير وخلاه حتى بعد على القصر، وعيطلو. وقف وقال ليه المعطي: راه السلطان كيتشكى من ريحة الفم ديالك الخايبة. تفاجأ الساقي وقال ليه: بصح وشنو ندير؟ جاوبو الوزير قال له: خاصك دير التام على فمك ملي تجي للقصر. قال له: ييه واخا سيدي، نديرو. يوم اللي شرقات الشمس الصباح دار المعطي التام وهز القله قصد القصر. شافو السلطان واستغرب من حالته، ولكن ما قال له والو. بقى الساقي كيدير التام نهار مور نهار، حتى جا النهار اللي سول فيه السلطان وزيرو. قال ليه الوزير: نخاف سيدي الا خبرتك بالسباب تقطع لي راسي. رد عليه السلطان: عطيتك الامان، قول ما عندك. خبروه باللي المعطي قال ليه ريحة فم السلطان خايبة، وعيا صابر حتى قرر يدير التام. ملي سمع السلطان هاد الشي غضب ووجهه حمار، جمع الوقفة ومشى عند مرتو خبرها باللي كان. قالت ليه: شكون هذا اللي تجرأ وقال هاد الشي على مولاي؟ هذا خاصو الحبس باش يكون عبرة لكل واحد نقص من قيمتك سيدي. وافق على كلام مرتو، ولا غد ليه امر السلطان الجلاد. قال ليه: اللي شفتيه خارج من القصر وهز في يديه الورد شدو ودخلوا للحبس. شويه وهو يحضر الساقي كما العاده، قام بالمهمه ديالو على وداير لتامو على وجهه. ملي سالا وبغى يمشي لدارو
عطاه السلطان مشموم ديال الورد. فرح المعطي والفرحة ما قداتو. شافو الوزير وفي يديه مشموم ديال الورد، تعجب ومشى عنده سولو، قالو بلي السلطان هو اللي عطاه ليه. الوزير: هاد الورد انا اللي نستاهلو ماشي انت. كل ما قلت لك دير التام كاع ما كان السلطان يتهنى من ريحه فمك. استقي على نيتو وطيبة قلبه جاوبو: ايه وانا ما ننساش خير، خود هاد الورد انت اللي تستاهلو. عطاه ليه ومشى. الوزير شد الورد وبقى كيتامل فيه، خرج من القصر ومشى. شافو الجلاد، ما حس به الوزير حتى لوى عليه السناسل وداه للحبس. بقى يغوت: اشنو واقع؟ انا راه الوزير، اش كدير؟ مشى وخلاه. ولا غد ليه سول السلطان على وزيرو. قالوا ليه من البارح ما شفناه. دخل الحارس باش ياخذ الاذن ويدخل الساقي. السلطان تعجب حيت عند بالو راه مسجون. دخلوه هو يسولو: هادي مده السي المعطي وانا كنشوفك داير التام، وسمعت بلي ريحتنا ما عجبك. جاوبوا المعطي: نعم سيدي، راه الوزير اللي قال لي بلي ريحه فمي خايبه وما عجبكش، ووصاني ندير التام على فمي. تصدم السلطان وقال له: هكاك، ايوا والورد اللي عطيتك فين هو؟ جاوبوا المعطي: قال له: ملي كنت خارج من عندك مولاي تلاقيت الوزير، قال لي بلي هو اللي يستاهل داك الورد وعطيته ليه. تبسم السلطان الكلام الساقي وقال مع راسو: اللي حفر حفره بيديه وقال نتاوي فيها العديان، غطى الحفره ونسى بلاصتها وفيها طاح مقلت عقلو. ايوا يا سيدي ما يدوم غير المعقول، لا زواق يطول ولا الباس يدوم، العمر قصير. كان حتى كان واحد الملك من بلاد فارسي كيعيش هاني في المملكه ديالو، ودايرين بيه الوزراء والمستشارين سامعين طايعين، والشعب عايش على ما يرام. ومنين كان دوا من المحال من المحال. في يوم من الايام الملك وهو وسط الحمام اكتشف باللي ذاته داع فيها البرص وقريب وصل لوجهه. الاطباء حاولوا ولكن بلا نتيجه. الملك تغيرات حواله وقرر يسد عليه وما يخرج عند الناس. وفي نفس الوقت المستشارين والوزراء اتصلوا بكاع الاطباء اللي كيعرفوا واللي كيسمعوا بهم. كل ما يجي شي واحد كيدير شي محاولة النتيجة ديما والو. واحد النهار ظهر واحد الراجل من بلاد اليونان، شهر راسو بلي هو طبيب وحكيم وعارف اسرار كتيره وعلوم كبيره. ومنين دوز ايام ساق خبار لمرض الملك. في الحال قصد باب القصر وطلب يقابل الوزير. رحب بيه وقال له: اشنو غايتك من هاد الزياره؟ هضر الحكيم: انا عندي علاج يداوي الملك من مرضو فرمشة عين. وملي داو الخبر للملك قال لهم: عييت من كلام الاطباء وقولوا لهاد الحكيم الا داواني بصح غادي نهديه اللي ما كيحلمش به ويكون الطبيب ديالي الخاص، وإلا فشل غير يعول على راسو يطير ويكون عبرة ليه وللغير. الحكيم قبل وزعم، قابل الملك وطلب منه يحيد لباسو باش يعالج باسو. وكانت طريقة العلاج ما فيها لا دهنة ولا عشوب ولا وصفة كلها كذوب. العلاج كيركز عليه بالنظر وبالزربة كيتحقق المراد. ومن بعد دقائق معدودة صبحت الحكمة مشهودة. البرص طار والملك دهش وحار وكيشوف راسو في المراية، واش بصح برا من البرص ولا غير كيحلم. قال ليه: ياه يا الحكيم، من هاد النهار بلاصتك معايا وحدايا
وفي الحين أمر ليه بأغلى الهدايا ورجع صديق ونيس. ساعة شكون يخليه إبليس يتمتع باللي جاه. الوزير اللي استقبل الحكيم أول مرة حسدو ودار ما في جهدو باش يمحي آثار الحكيم. مشى عند الملك وقال له: مولاي، ما تنساش باللي هاد الساحر جانا من بلاد اليونان وحسيت بيه باللي جاسوس. رد عليه وقال له: ولكن يا وزيري الكبير، هاد الحكيم دواني وهناني. وهنا قال له الوزير: يا مولاي، راه داوك غير بنظرة ويقدر يقتلك بيها. ملي حس بلي تمكن وقد يفتن بقى عليه حتى تاق ونسى الخير وامر بالراس يطير. ومنين مسكين جابوه الحراس ما عرف راسو باش تبلى وعيا ما يشرح ويرغب. ساعة الله ملي حس بلي الفاس طاح في الراس والمالك عمرو الوسواس وتيقن بلي غادي يتدفن، قال له: يا مولاي، امرهم قبل موتي نرجع لداري باش نهدي كتاب العجايب والغرايب. وملي تقلب صفحاته وتلقى دوا الموت حط عليه راسي يدوي. وانت غير تمنى وحتى من الموت غادي تهنى. الحراس داو الحكيم وبوتاق حديد شدوه والسياف خدم سيفو وفرمشت عين الراس طار. الوزير فرح قدم الراس المغدور والملك بدا عقله يدور مع الكتاب اللي قدامه كيقلب صفحاته واكثريه فيهم كيلقاهم لاصقات. وهنا بدا يستعمل ريقو باش يفك الورقه على اختها. والوقت كيفوت ومازال ما وصلش للصفحه المقصوده واللي مكتوب عليها دوا الموت. فجاه شدوا الحريق وما جا فين يقول اي حتى تقطع طراف طراف. كل شي صاح ناري، هذا السم الهاري. وهكذا الملك اللي سمع الوزيرو خدا جزاء الغدر واللي زاد حير في الامر. الصفحه اللي وصل لها الملك كان مكتوب فيها: هذا خلاص الغدر وباش درتي يدي تودي. وهكذا سيادي مشات حكايتي من واد الواد وانا بقيت مع الناس الجواد. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو واشتركوا في القناه باش توصلوا بالجديد.